تعالوا بينا نعمل النهاردة طبق تغيير كده في وسط أيام رمضان الحلوة دي. هنعمل مكرونة بالوايت صوص بالجمبري. هنسلق المكرونة سباجيتي اللي يعجبكم. وده عود كرفس. بيتجاب، بيبقى ينفع قوي مع الأسماك ومع الشوربات. بيتحط في كل حاجة من الحاجات دي، بيديها طعم مختلف تماما. هناخد جزء منه، وزي ما احنا شايفين هو شبه البصل الأخضر، بس هنلاقي الورق الأخضر بتاعه ده زي ما احنا شايفين كده بيبقى تقيل شوية وسميك. وباخد منه جزء وبشيل الباقي، بجيب له فوطة مطبخ كده وبحطه في كيس نايلون، ويفضل في التلاجة تستعمليه زي ما انتي عاوزة. بعد كده بجيب حتة زبدة مع شوية زيت صغيرين واشوحهم كويس، وهجيب معلقتين توم مفرومين حلو قوي واحطهم في الطاسة واقلبهم، وهتطلع ريحة التوم كده. ابدأ انزل بالجمبري. انا جبت الجمبري مجمد، بيبقى كويس قوي، بس هو طبعا حجمه المفروض ان هو حجمه وسط، بس معرفش هو كش طبعا. مبقاش حجم وسط قوي، بس يعني كويس، يعني لطيف مع المكرونة، يعني مادام مش هنعمل طبق جمبري، انما ده طبق كده مع المكرونة حاجة جانبية يعني لطيف تدي طعم. بس وشوحه كويس، وهحط عليه ملح وفلفل وكمون وحبة شطة صغيرين وحبة نص معلقة كزبرة. بعد ما بياخد لونه بقى بيستوي شوية كده، انزل بالكرفس بس، وبيتشوح شوية مع بعض. بعد كده احط معلقتين دقيق بالظبط عشان ما تبقاش تقيلة قوي، وحبة لبن. انا بقول ليه حبة وشوية وكده لان انا مش عايزة احط مقادير معينة، لان كل واحد يعني ده مثلا هيكفي شخصين، غيري هيعمل كمية اكبر لعدد اكبر من الاسرة. فننزل بقى بالمكرونة المسلوقة ونقلبها كويس كده. ولو احتاجت اللي عاوز يزود الصوص بتزود عادي حبة لبن صغيرين او كريمة لباني. بتبقى وجبة تغيير كده، جنبها شوربة، جنبها سلطة، جنبها حاجة بسيطة كده، تغيير شوية عن الفترة بتاعت رمضان والأكلات الدسمة والكلام ده كله. وبرضو بنزينها كده بحبة شبت حلوين، وبالهنا والشفا. ويا رب تكون وجبة لطيفة كده تقدروا تعملوها على طول. تمام، ونشوفكم على خير. تمنياتي ليكم بأيام سعيدة. كل سنة وانتم طيبين.